ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى معانا روتين حلو جدا جدا وقوي جدا في المطبخ. عايزه اقول لكم انا كنت اصلا يعني عايزه انزل لكم الروتينات دي قبل العيد، بس بصراحه ما كانش في وقت خالص خالص. طبعا عمايل الشقه مع عمايل الكحك، طبعا نزلت لكم الكحك والقراقيش، فما كانش في وقت خالص. النهارده بقى كده ايه، انا كنت تعبانه شويه وقلت اسجل لكم الفيديو، مش مشكله بصوتي. وعايزه اقول لكم انا متدهمله والله. عايزاكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اي حد يتفرج على الفيديو يشترك في القناه مش هتخسروا اي حاجه والله، يعني ما فيهاش خساره لو عملت ايه اشتراك كده. انت تشترك عندي وانا هفرح. وشكرا جدا جدا لكل حد اشترك عندي في القناه. شكرا جدا جدا لكل اخت ام اي واحده اشتركت عندي في القناه، شكرا جدا ليكم ونورتوني في القناه. وان شاء الله بيكم اكبر ان شاء الله. عايزاكم بقى كده تعملوا لي اهم حاجه لايك 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 عشان الفيديو يترفع معايا. تمام تمام. تعالوا بقى كده نخش على الروتين بتاعنا ونسمي كده الله ونصلي على الرسول. عايزه اقول لكم هنا طبعا انا كنت مسافره وجيت، تمام، عارفين طبعا، قلت لكم في كذا فيديو. لما جيت طبعا كانت شقه مدهمله ومتبهدله خالص. فبصراحه قلت ايه، كسبت كده بصراحه ان انا عملت ايه عملة العيد. وايه ايه بقى اكسب ايه تنظيفات العيد طبعا، والتنظيف لما انا رجعت بالسلامه الحمد لله يعني. بصوا بقى، هنا كده مسكت الرخام. انا كده كده قبل ما امشي كنت مصبنه المطبخ كله، فاهمين ازاي؟ يعني كل المطبخ انا كنت مصبناه. و اما جيت بقى بصراحه يعني ايه لمعت كده ايه الحاجات اللي على الوش، فاهمين؟ يعني هو من جوه يعني هو من جوه الحاجات كلها نظيفه. فلميت بقى ايه كل التراب كده اللي على الوش عشان طبعا كانت متبهدله جدا. والمسحوقات والحاجات اللي محطوطه والديتول والحاجات ديت بتاعه الغسيل، انا كنت مطلعه ان انا بغسل. طبعا شفتوا الشقه كانت مبهدله ازاي. جيت هنا خلصت خلاص، تمام. فغسلت خلاص كده اول رخامه ولمعتها كلها ايه بالدولاب بتاعتها. وهخش بقى على البوتاجاز برضو ما فيهوش اي حاجه. انا قبل ما امشي لو رجعتوا كده في القناه من 7 شهور على ما اعتقد، ممكن احط لكم اللينك في اول تعليق. كنت عامله المطبخ وعامله الشفاط وكنت عامله البوتاجاز، يعني ايه تنظيف عميق كله ونقعاه والكلام ده. فلما جيت بصراحه انا كنت مغطياه بس برضو التراب دخل فيه، فكان عليه بس ايه تراب. عايزه اقول لكم بقى انا مش عارفه الشفاط بتاعي بجد والله. انا عايزه اقول لكم كنت برضو منزله فيديو، كنت برضو منضفه في الشفاط قبل ما امشي. انا هكتب والله، هحط لكم في اول كومنت مثبت. بصوا بقى رجعت عفوا عشان انا والله تعبانه جدا. رجعت بقى، انا لما رجعت انا ما اعرفش والله بجد لقيت الشفاط، يا حول الله يا رب، متبهدل. بصوا بقى هنا انا خلصت، نرجع تاني للشفاط. خلصت هنا البوتاجاز، وطبعا لازم بولع بصراحه العيون بتاعته علشان يعني ايه العيون ما تصديش. احنا متعودين نعمل كده، يعني لما اشغل العيون كده 3 دقايق او 4 دقايق العيون كلها بتنشف بالحامل بتاعها. بس كده هنا كنت بقى بشيل كل المسحوقات لان انا خلصت كل الغسيل. غسلت كذا غسله، يعني حوالي 10 او 12 غسله بصراحه على مدار اليوم. اهلكت الغساله. شلت كده بقى الترمس بتاع لولي. وهنا بقى ايه لميت كل الحاجه المبهدله. طبعا احنا كنا في رمضان طبعا. فلما جيت طبعا لازم احضر فطار، فحضرت بقى الفطار والمطبخ كان متبهدل والدنيا مقلوبة جدا. العلبة اللي غطا هو بتاع الشفاط انا حاطه في الحوض، كنت حاطه عليه اللي هو الباور دوت، وكنت سايباه زي الفل والله بجد بجد. كنت سايباه نضيف جدا، يعني قلت عشان لما ارجع المع. بس رجعت لقيته مليان مليان زيوت. من ايه؟ حد كان بيطبخ في الشقه وانا مش موجوده، مش عارفه. والله بجد رجعت لقيته، يعني هو فعلا يعني لو حد مثلا قدامي، يعني لو المطبخ بتاع الشقة اللي قدامي قريب مني قوي يعني، فالزيوت تخش عندنا وانا مش عارفة بصراحة الموضوع ده. المرة دي اول مرة اكتشفه بصراحة يعني.
أنا عايزة أقول لكم إن أنا مسرعة الفيديو عشان ما يطولش عليكم، إن هو 30 دقيقة، فأنا عملته النص، فاهمين إزاي؟ بس كده مسكت بقى الرخامة، لازم أصبنها كده. أنا حاطة في الصابون ده كده شوية من الخل وشوية إيه من الصابون، عشان إيه أنضف بقى إيه بيه كله ويخلي كده ريحة حلوة. عايزة أقول لكم تعبت جدًا، جدًا بجد والله تعبت أوي، طبعًا الشقة كلها وأنا باعملها لوحدي، ما كانش في حد معايا، بس السجاد كان مغسول، بس أي نعم يعني، بس تعبت بصراحة. بس هنا كده جيت، ما تاخدوش بقى بالكم في هدومي المبهدلة دي، عشان طبعًا كنت باصبّن البوتاجاز والحاجات ديّة. رُحت بقى الرخامة شِلت طقم التوزيع كله حطيته في الحوض عشان أغسله، لإن برضه ما غسلتوش خالص، يعني أنا من ساعة ما جيت لسه أول ما جيت أنا عملت الفيديوهات دي معاكم. حطيت بقى كده إيه أنا باسقّف هنا إن أنا خلاص فاضل المواعين بس شُفتوني؟ هنا بقى إيه مسكت بقى المواعين، حطيت بقى إيه الصابون كده وحطيت الفوطة دي لا غنى عنها يا جماعة بجد، بجد حلوة جدًا، جدًا في يعني أمّا تغسلي وتصفّي عليها جميلة جدًا. بُصّي ما بتخلّيش المواعين يعني عندي أقول لكم حاجة، كان عندي اخواتي بيغسلوا ويصفّوا على الرخامة وحوالين الرخامة كده مثلًا بيحطّوا الفوط بتاعة المطبخ، فاهماني إزاي؟ وبعد كده برضه المواعين ما بتبقاش متصفية أوي والحوض بيتبهدل، لأ أنا هنا أنا بقى كنتش إيه عاملة حرف للرخامة، أنا مش عاملة بصراحة عشان أعرف آخد راحتي عليها، يعني أحط الصينية ما تبقاش معوجة فاهمين؟ طبعًا فاهمينّي. غسلت بقى كده كل الحاجات دي وصفيتها على الفوطة، لمّا شافوا عندي أو كانوا بييجوا عندي ويلاقوني باغسل كده على الفوطة وهُم جربوا الفوطة فعجبتهم جدًا، فهُم وهُم ماشيين خدوا مني الفوط اللي هي الصغيرة ديّة ماما كانت جايباها لي في الجهاز، أصفّي عليها كده زي ما أنتم شايفين، تصفيتها حلو جدًا. مش شرط فوطة، لو عندِك أي فوطة قديمة، أي قماشة بس تكون قطن كده ما تكونش اللي هي بلاستر، عشان البلاستر مش هتشرب المَيّة فاهمين؟ البلاستر مش هتشرب المَيّة خالص، لكن دي قطن كده وباصفّي عليها باقول لكم إيه، والله بجد ما أقدرش أستغنى عنها، أنا باغسلها مع الفوط بتاعة المطبخ مع أي حاجة كده وأعلّقها على البوتاجاز، أغسل أقوم شادّاها من على البوتاجاز. مسكت بقى كل الحاجات اللي هي طقم التوزيع والكلام ده، دول نضاف بس أنا بس باشيل منهم التراب لإن أنا كنت معلقاهم أمّا سافرت. مسكت برضه الكازرولة دي وعملت نفس الكلام فيها. أنا كنت الشفاط ده ناقعاه في الباور، يعني قبل ما أبدأ خالص، أنا أول ما دخلت الشقة عمومًا أنا شُفته، رُحت بصراحة شايلاه وحاطاه في الحوض وحطيت عليه الباور، عشان يعني إيه عقبال ما أخلّص وكده وأرجع له يكون نضيف كويس. يا جماعة عايزة أقول لكم ما تنسوش، أنا هنا بقى باغسل المواعين كده اتفرّجوا وأنا باغسل المواعين وأنا باتكلم معاكم، ما تنسوش تعملوا لايك في القناة. أنا باشكر بجد جدًا، جدًا الناس اللي اشتركت عندي بجد نورتوني، كل أخت وأم وصاحبة بجد نورتوني جدًا، جدًا، والقناة إن شاء الله تكبر بيكم، وما تنسونيش بقى في الدعم كده تشتركوا عندي، لو عندكم أصدقائكم يا ريت تعرضوا عليهم القناة بتاعتي ويشتركوا عندي، القناة بتاعتي هتعجبكم جدًا وإن شاء الله أكبر وأوصل بيكم للي أنا نفسي فيه. هنا عايزة أقول لكم أنا غبية، شايفين الطبق الأصفر ده أنا كنت حاطة فيه صابون قمت دلقاه يالّا مش مشكلة. بس كده عايزاكم بقى تقولوا إيه تبعتوا كده الفيديوهات لأصدقائكم وتورّوهم القناة بتاعتي وإن شاء الله يشتركوا عندي، وتبقوا من إخواتي وكلكم عيلتي إن شاء الله. تعبت، تعبت، الطبق ده أنا كنت مش عارفة حاطة فيه إيه، رز متهيأ لي والّا إيه، بس يالّا كله عايزة أقول لكم في الدربكة والكلام ده بيترمي كله في الحوض، أنا عن نفسي باعمل كده يعني كل أكتر اللي هُم الأطباق اللي هي البلاستيك دي الأخضر، الأصفر، البينك دوّة، دول أصلًا أنا مش عارفة هُم طلعوا ليه، يعني أنا مش عارفة المقص ده برضه أنا مش عارفة هو طلع ليه، ممكن أكون كنت بافتح كيس صابون أو حاجة ما أعرفش بصراحة. خلّصت بقى إيه هاخلّص بقى الحوض، بُصّوا أنا مسرّعة لكم عشان ما تتضايقوش يعني. استنوني بقى إيه إن شاء الله كده بكرة هانزّل لكم فيديو حلو جدًا، جدًا، وانتظروني فيه هانزّل لكم فيديو حلو، بس أنا إيه لسه ده دامجاه دلوقتي
ومظبطة الدنيا كده، وإن شاء الله شوية كده أظبط الفيديو التاني وأنزله لكم بكرة. انتظروني، فيديو مترقع جدا و... وحلو إن شاء الله يعجبكم. هنا بقى كنت غسلت كده الإزازة ومليتها، همسك بقى الشفاط. أنا بجد متضايقة جدا من الشفاط ده، بصوا مبهدل ازاي، والله عمري ما سبته كده خالص يعني. هحط لكم اللينك في آخر تعليق، في أول تعليق مثبت. ما مش كده، مش عارفة في ايه بجد يعني. لو في حد قدامي بيعمل أكل، ولا أنا مسافرة حد كان بيطبخ في شقتي، ولا ايه، مش عارف. لا لا فعلا أنا بهزر، لا ما فيش حد في شقتي. أنا طبعا كنت سكاها بالمفتاح، آه والمفتاح مش معايا إلا أنا وأختي يعني وزوجي بس، يعني ما حدش معاه تاني مفتاح. بس فعلا هي اللهم صل على النبي، لو حد قدامي فعلا فهو يبهدله. خلاص كده خلصت وغسلته وعلقته، وهنا بقى ايه لحظة السعادة بجد. اللحظة دي بصوا بتفرح قلبي كده. خلاص دي كده كان آخر حاجة في الشقة. المطبخ طبعا ده أساس، الحمام طبعا، التواليت يعني. آه، برضه متبهدل، بس هو ما فيهوش حاجة خالص يعني، اللي هو ايه، الصابون بقى والمية بتاعت الشقة كلها بتاعت المطبخ فدخلت عليه. فان شاء الله برضه هنزل لكم فيديو. انا كنت برضه عاملة فيديو وانا بعمل الحمام، فيديو بس فيديو صغير بس هنزله لكم برضه. آه بصوا صوتي وجعني، زوري وجعني جدا جدا. عيني، انا والله بكلمكم بأمانة، عيني دلوقتي وانا بسجل لكم يعني بقالي يومين عيني ملتهبة ومنفوخة أوي أوي. ليه؟ عشان أنا عندي حساسية. الحساسية دي بقى بتجيلي امتى؟ طبعا هي عندي طول السنة، بس بالأكتر الحساسية دي بتجيلي في الربيع، في شم النسيم، في شهر 4، مع طلوع الورد. بجد أنا ما بهزرش يا جماعة، مع طلوع الورد فعيني بتلتهب جدا بتتنفخ، وطبعا لازم علاجات وكده. فانا بصراحة مقصرة معاكم، ان شاء الله انزل لكم انا معايا فيديوهات والله كتير، بس مش قادرة ادمجها، فاهمين ازاي. حطيت بقى هنا، خلصت كده الرخامات كلها. بصوا بقى اللي هيوصل لغاية الكلمتين اللي انا قلتهم دول عشان عينيا، استناكم بقى تقولي لي الف سلام عليكم، وهعرف بجد ان انتم متابعيني من قلبكم بجد. بص بقى هنا خلاص حطيت بقى هنا شويه صابون كده، شويه ديتول، ودلقت كده في الايه، في المطبخ. بصوا المطبخ صغنن بس جميل جدا يا جماعه، بحبه جدا. عايزه اقول لكم المطبخ ده بيقطم ظهري والله صغير صغير، بس بيقطم ظهري جدا جدا. ان طبعا بتبقى عايزه تنضفيه فتنظيف عميق، فطبعا بيقطم الظهر بصراحه. بس هو حلو وواخد كل حاجة أنا كنت عايزة أحطها فيها. يعني مثلا التلاجة ديت يعني إخواتي وكده كانوا عايزين نحطها مثلا في أوضة الأطفال، في أوضة النوم عادي يعني، عشان أنا عندي أوضة النوم وأوضة الأطفال فواسعة. فقلت لهم لأ طبعا، أنا الحمام المطبخ هحط فيه كل حاجته، كل حاجة تخصه، فاهمين يعني، الغسالة، التلاجة، البوتاجاز، الكلام ده كل حاجة تخصه فهحط فيه. فهو الحمد لله والله فرحانة بالمطبخ، حلو وصغنن كده على قدي. وبيتعبني وبيقطم ضهري يا جماعة، والله والله بيقطم ضهري صدقوني. طبعا أكيد بيبقى الواحد نفسه في مطبخ كبير، بس أنا عن نفسي أنا راضية بكل حاجة، والله فرحانة جدا، وعاملة كل حاجة على ذوقي، متخيلين ازاي. طبعا كان زوجي معايا في كل حاجة والتنقية وكل حاجة، بس أنا برضو يعني كان بيسيب لنا كل حاجة، اللي هو بيقول لي ايه، انت اللي هتبقي قاعدة فيها، أنا على طول هبقى في الشغل، فانت اللي هتبقي مقيمة، فالحاجة اللي هتريحك انت اعمليها. فأنا بصراحة كنت، ان هو طبعا بيقول لي كل حاجة، وباخد طبعا رأيه في اللي أنا بختاره. بس عاملة زي ما انتم شايفين كده كل حاجة على ذوقي. عايزاكم بقى تكتبوا لي، قولوا لي بقى أنا المطبخ نظامه كده حلو، في حاجة عايزة تتشال من مكانها، هو مفيش حاجة تتشال من مكانها هو كل حاجة معمولة بالظبط. بس لو في يعني حاجة ممكن تقولوا لي أظبطها أعدلها. بس كده، وده كان آخر حاجة ناقص لي بقى إيه. بصوا أنا عاملة الصالة وعاملة الأوضة وقافلاها ومشغلة قرآن، ودي كانت النهايات. خلاص كده هنشف بقى المطبخ وهفرشه، وبعد كده اخش على الحمام زي ما انتوا شايفين، لان الحمام خد طبعا الزبالة كلها بتاعت الشقة.
فطبعا هلم بقى الدنيا وهوريكم طبعا وانا بعمله. وهنا بقى اللحظة السعيدة اللي قلبي مجبور بخاطرها، حلوة جدا. زي ما انتم شايفين انا شلت الفوطة عشان بس هصور لكم، وبعد كده هرجع ارصها تاني الفوطة اللي على البوتاجاز. وكده خلاص المطبخ. عايزاكم بقى تكتبوا لي تقولوا لي ايه رأيكم في ذوقي، السيراميك لايقة على على المطبخ، البوتاجاز، الحاجات دي. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات قولوا لي ايه رأيكم في ذوقي. وما تنسوش اللايك الاشتراك في القناة. بجد فرحت جدا جدا بكل الإخوات اللي اشتركوا عندي، وبشكركم جدا. ودايما يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ودايما معايا كده وفي ظهري، وإن شاء الله بيكم أكبر. دي بقى اللحظات السعيدة، الورد، الشجر، الحاجات الحلوة ديت. وأسيبكم في حفظ الله وفي رعاية الله، ومع السلام عليكم. سلام.